زيزو هو اللعيب الوحيد اللي من نادي الزمالك اللي لو جه النادي الاهلي هيلعب اساسي. هو ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ وكلام انا كمان يا برنس، ان زيزو لعيب استثنائي. انت لو جيت بصيت كده يا برنس على مدار الاربع سنين اللي فاتوا كده وجيت قلت لي مين احسن لعيبه موجوده في الدوري المصري، زيزو لازم يكون من الثلاثه منهم. وفي كام سنه زيزو كان هو احسن لعيب موجود في الدوري المصري. تمام. فمقارنتك بزيزو مع نادي الزمالك وزيزو مع منتخب مصر مقارنه ظلمه. ليه بقى؟ بص بقى، قصه انك تقارن لاعب بيلعب في نادي، لاعب هو نجم الفريق في النادي، وتقول لي ده مش شغال في المنتخب. طب لو جينا بصينا مين اللعيبه اللي بتلعب في نفس مركزه، انت عندك محمد صلاح، واحد من احسن لعيبه موجوده في الكوكب، واحد متصنف من احسن لاعبي العالم. تمام. لو جيت بصيت الناحيه الثانيه، ما هو زيزو بيلعب طرفين، فعندك تريزيجيه وعندك مرموش وعندك تمام، ده منتخب مصر. زيزو احسن مركز بيلعب فيه هو ناحيه اليمين، هو ناحيه مين؟ محمد صلاح. وناحيه مين؟ مصطفى فتحي. وعندك بقى لعيبه كتير هنا. تمام. هنتكلم يا برنس، ولكن ما تنساش اللايك بتاعك وتصلي على سيدنا محمد. لو انت اول مره تشوفنا يا ريت تتابعنا. بص بقى يا برنس، المقارنه اللي طلعت يعني ما بين زيزو وما بين ابراهيم عادل، الناس تقول لك ابراهيم عادل مش عارف، بص اخر 4 ماتشات مسجل كام جون مع المنتخب، وبص زيزو لو جيت بصيت على مدار الكام سنه، زيزو من احسن اللعيبه موجوده في نادي الزمالك، وواحد حرفيا بيشيل فرقه الزمالك، بيشيلها كده. تمام. لو جيت بصيت زيزو اداؤه مع منتخب مصر، زيزو مع منتخب مصر اي مدرب هو عاوز يستفاد من زيزو، عاوز يلاعب زيزو. ليه؟ لانه لعيب ممتاز، لعيب كويس جدا، لعيب محافظ على نفسه. اللعيب من وجهة نظري انا هو اللعيب المصري الوحيد، يعني ممكن يكونوا كام واحد اللي هو تحس ان هو لعيب محترف، تحس ان اداؤه ثابت، الريتم بتاعه ثابت طول الموسم. تمام. زيزو من الناس اللي انت تقدر تقول عليها ان هو قدر ان هو يشيل فرقه نادي الزمالك، قدر يحول نفسه الى ايقونه كبيره جدا، نجم. تمام. زيزو مع نادي الزمالك بيشيل الفرقه، زيزو مع نادي الزمالك هو نجم الفرقه، وكل الباصات بتروح عنده، هو اللي بيشوط، هو اللي بيتحرك، وفي ساعات المدرب بيقول له اتحرك براحتك والكلام ده كله. زيزو بقى مع منتخب مصر انت عندك محمد صلاح، عندك مين؟ محمد صلاح. فاي مدرب بيجي فهو عاوز يستفاد من زيزو، يستفاد من محمد صلاح، فبيضطر يلاعب زيزو فين؟ بيلاعب زيزو في نص الملعب. فاهم؟ فبيلعب زيزو مع الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب، يعني ممكن تلاقي مروان وحمدي فتحي وزيزو، فزيزو بيبقى في العمق. فعندك ناحيه اليمين صلاح، وعندك مثلا ناحيه الشمال تريزيجيه ومرموش. هو لعيب بيحب الاطراف، هو لعيب بيحب يتحرك. فانت عندك لعيب قصاده هنا اسمه محمد صلاح ونجم كبير جدا، فانت هتقعد كل شويه تلعبه في مركز مش مركز. هتقول لي يا عم هو ده شغل احتراف؟ اقول لك لو انت بصيت لشغل احتراف فهو ده مركزه، هو ده شغلانته. تمام. فما تجيش تقارن واللعيب بيلعب في حته في مركز متالق فيه وتيجي تقول لي ده مش متالق مع المنتخب، هو بيلعب في مركز مش مركزه. تمام. زيزو لعب شويه هنا، هتقول لي في ماتشات لعبها هنا وفي ماتشات لعبها مع المنتخب في مركزه. حتى بص مع المنتخب الاولمبي، لو جيت رجعت بالزمن في الماتش الاخير مع منتخب مصر الاولمبي مع منتخب المغرب، زيزو هو اللعيب الوحيد اللي في منتخب مصر الاولمبي، هو الوحيد اللي كان بيشد الفرقه لقدام، هو الوحيد اللي من اللعيبه اللي كان بياخد الكره ويزق ويروح لغايه اما اتصاب، وشلنا اللي شلناه. تمام. فانا ما بحبش قصه المقارنه ما بين لعيب ولعيب. يعني مثلا تقول لي ايه حسين الشحات ومصطفى شلبي، هقول لك حسين الشحات. تمام. هتقول لي مثلا ايه مقارنات في منتخب مصر، لعيب في المنتخب ولعيب مثلا ايه في النادي بتاعه. هتقول لي مثلا نجيب مثلا لعيب زي مين مثلا، او خلينا في لعيب محلي، مروان عطيه مثلا، اداؤه مع المنتخب هو نفس اداؤه مع الاهلي، عشان اللعيب بيلعب ده مركزه، ده ايه مركزه. عندك عبد المنعم نفس النظام، اداؤه مع الاهلي هو نفس اداؤه مع المنتخب. عندك حسام عبد المجيد لما كان مع المنتخب الاولمبي كان مكسر الدنيا مع المنتخب الاولمبي. عندك محمد هاني هو نفس الاداء ونفس الكور ونفس كل حاجه. فانت لعيب بتلعبه في مركزه يبقى هو ده لعبه. احنا لغايه دلوقتي يا جدعان لو جيت بصيت لعيبه الدوري المصري، احنا اللعيبه كلها اسطمبه واحده، هو الباص يتحرك
مفيش اللاعب اللي عنده حلول، مفيش اللاعب اللي بيعدي. ابراهيم عادل ده استثناء بقى. فانت تقارن ابراهيم عادل بزيزو صعبه. ليه؟ ان ابراهيم عادل من اللعيبه اللي بيلعب ناحيه الشمال بقى. شفت بقى هنا، شفت هنا التركيب، بيلعب ناحيه الشمال. في ماتشات بياخد القرارات ويشوط والكلام ده كله. فالماتش اللي فات هو نجم النجوم ونفسي يحترف. فهي دي الفكره، ان ده بيلعب الناحيه دي وده بيلعب الناحيه دي. هتقول لي ما زيزو يلعب الناحيه، زيزو بيلعب ناحيه اليمين، ناحيه اليمين. فهي دي الفكره. فكده او كده ده لعيب كويس جدا وده لعيب كويس جدا، بس انا يا رب يكون قدرت اوصل لك وجهه نظري يا برنس. سلام.